ازيكم وعاملين ايه؟ لاي شخص عنده بيزنس ايا كان ايه هو، يعني لو عندك نشاط تجاري، فاتح شركه مثلا، حتى لو ستارت اب صغيره، فموضوع ان يكون عندك ويب سايت خاص بيك او دومين بتاعك انت لوحدك، ده امر مفروغ منه خلاص في الوقت الحالي ده. مش محتاج اقول لك قد ايه الموضوع بيفرق مع الكلاينتس او الكاستمرز بتوعك لما يكون عندك دومين او موقع خاص بيك. وللي بيتفرج ومش عارف ايه هو الدومين ده، فالدومين ده عباره عن اسم الموقع والاكستنشن. على سبيل المثال مثلا انا اهو www.obtech مثلا .com، obtech ده اسم الموقع، .com ده اسمه اكستنشن، والاكستنشن ده بيتغير على حسب المجال بتاعك، سواء نشاط تجاري، تعليمي، ثقافي، ايا كان. الاسم بقى مع الاكستنشن مع بعض كده اسمهم دومين. فبدل بقى ما تروح لموقع او منصه زي جو دادي او نيم تشيب وتدفع مبالغ محترمه، فانا جايب لك موقع غايه في الروعه، واللي اسمه بورك بان، واللي مليان مزايا، واللي اهمها انه بيوفر لك اكتر من 500 اكستنشن على حسب بقى المجال بتاعك، بالاضافه لانهم دخلوا الاي اي في الموضوع. فبدلوقتي البحث او السيرش انجن عندهم مدعوم بتشات جي بي تي، يعني من الاخر هيساعدك مثلا انه يقترح لك اسماء للموقع بتاعك. لو انت مثلا جيت تسمي اسم، فطبيعي ممكن تلاقي مثلا منافس تاني او حد تاني حاطط نفس الاسم بتاعك، ولكن باستخدام بقى مثلا شات جي بي تي اللي جوه هيقترح عليك اسماء جميله قوي ومش موجوده اصلا. والميزه الاهم والحاجه اللي بتاخدها فري مع اي اشتراك بتاعك هي الهو از برايفسي، ودي اللي باختصار بتحمي البيانات او الايميلات مثلا الخاصه بصاحب الدومين او صاحب الموقع لو انت الشخص ده من السرقه او من الايميلات العشوائيه. لو حد عرف يوصل للايميل بتاعك هيقدر طبعا ببساطه يبعت لك ايميلات عشوائيه، ايميلات احتيال، ايا كان. مع وجود الهو از في الدومين بتاعك هتحميك من وجع الدماغ ده كله. وطبعا اهم ميزه واللي بتهمنا كلنا هي الاسعار، واللي هنستعرضها مع بعض دلوقتي وانا بوريكم الموقع ده، واللي حرفيا قد تكون هي اقل اسعار ممكن تسمعها في حياتك لو عايز تنشئ دومين. بالاضافه لان مفيش جوه بقى اي حاجات اضافيه تشتريها، يعني مثلا مش بعد ما تشتري تتفاجئ مثلا انك لازم تشتري الحاجه الفلانيه عشان مش عارف يعمل لك ايه، لا انت بتشتري الدومين وبس. فخلوني مرغيش اكتر من كده لان فعلا الموقع مليان مزايا، فيلا بينا نخش على الكمبيوتر بتاعنا ونستعرض اهم المزايا بتاعته واقول لك ازاي تستخدمه. وادي اهو زي ما انتم شايفين الموقع اللي بكلمكم عنه، موقع بورك بان. ونسيت اقول لكم عليه ان الموقع ده واخد بيست ريتد ريجسترر، وطبعا التقييم ده هو واخده من عملاء حقيقيين وناس بالفعل جربوا الابلكيشن ده وجربوا الموقع ده وعجبهم جدا. حتى على موقع يو اس اي توداي واخد رانكد رقم 1. فبقول لكم موقع جامد وسعره ممتاز. هنشوف الاسعار دلوقتي. اول ما تدخل عليه هتلاقي طبعا اهو بيقول لك سيف ماني وذ فري دومين فيتشرز. طبعا كل الحاجات دي بتاخدها فري، اللي هو از برايفسي اللي قلت لكم عليها، والاس اس ال سيرتيفيكيتس، دي كلها شهادات امان وضمان للموقع ده. وطبعا انا سايب لكم الرابط الرسمي للموقع ده تحت في الديسكربشن اوف صندوق الوصف، وهسيبه لكم برده في اول تعليق مثبت، بحيث لو حبيتوا تخشوا على الموقع وتاخدوا فكره كده عنه وعن اسعاره. واللي اوريها لكم دلوقتي، اولا عشان تبتدي تسجل اصلا على الموقع ده وتعمل بقى دومين وتعمل الكلام ده كله، لازم يكون عندك اكونت عليه. وخطوات انك تعمل ايميل او اكونت سهله جدا. هتخش على ساين ان اهي، بعدين هتدخل بقى اليوزر نيم والباسورد لو انت عندك، ولكن لو ما عندكش هتدوس بقى كرييت ا نيو اكونت. في خانه اليوزر نيم هتدخل الاسم بتاعك، وليكن انا اهو عمر بكر 2، وباسورد هدخل مثلا اي باسورد من عندي كده. وهيطلب منك 2 ايميل، واحد ايميل الاساسي بتاعك وواحد يكون برايمري او سكندري او احتياطي يعني. فانا دخلت كده ايميلين، بعدين هيقول لي اسمك الاول، بعدين الاسم الاخير، بعدين اسم الشركه لو انت عندك مثلا شركه، ولكن دي حاجه اوبشنال يعني ممكن ما تدخلهاش اصلا، والعنوان بتاعك ورقم الموبايل والبلد اللي انت منها، وليكن انا هنا هختار مصر. الفون كود هختار 20، والولايه هختار مثلا انا محافظه اسكندريه فهدوس اسكندريه. بس كده. هتنزل بقى تحت وتشوف انت عايزه يبعت لك ايميلات ولا لا، مثلا هتدوس يس وبعدين تعلم على دي. هيطلب منك بقى تحل الرموز دي، بيقول لك اختار حاجه مثلا حيوان بيطير هنا او بينط. ماشي ماشي اهو، هنا وهنا وهنا، بس كده. بعدين هتدوس كريت اكونت. اول بقى ما هتدوس هنا هيتبعت لك ايميل فيه كود على الايميل بتاعك، تخش تاخد الكود ده وتحطه هنا. وبعد ده كله هتخش على خانه الفيريفيكيشن او توثيق الهويه للاكونت بتاعك، وده عن طريق انك هتحط بطاقه الهويه بتاعتك او البطاقه الحكوميه ايا كان، وتصورها وش وظهر وترفعها. هو كل ده يدخلك على الخانه دي. فانا كل ده عملته خلاص. طبعا لو ما ينفعش بالبطاقه تدخل الباسبور بتاعك. هدخل بقى اليوزر نيم والباسورد بتوعي وهدوس خليه يفتكرني وكونتينيو. اول بقى ما هتعمل ساين ان هيفتح معاك الصفحه الرئيسيه بتاعت الموقع، ودي اللي من خلالها نقدر نشتري اي دومين بقى احنا عايزينه. هنا بقى في عندك خانتين بيعرض لك خلالهم الاكستنشنز اللي موجوده على الموقع، واللي زي ما قلنا هم اكتر من 500 اكستنشن. ممكن تدوس على اول اكستنشنز يعرض لك كل الاكستنشنز الموجوده، على سبيل المثال مثلا زي دوت اي سي، دوت اي اكاديمي، دوت اكاونتنت لو انت مع مثلا محاسب او شركه محاسبه. كل حاجه بقى من هنا. اكتور، ممثل، اير فورس لو حاجه لها علاقه مثلا بالجيش بقى والكلام ده كله، دوت اوديو لو موقع فيه موسيقى او حاجه زي كده. بص كل حاجه يعني انت بقى بص مرتبها لك ابجدي اهو من حرف الاي لحد حرف الزد. وممكن برضو تدوس ترندنج، دي اكتر حاجه رائده. على سبيل المثال عندك حاجه زي اكس واي زد، دي ثمنها $2 على فكره، ده في السنه، يعني تدفع $2 في السنه يبقى عندك الموقع بالاكستنشن بتاعه. وهنا بقى بيقول لك فايند يور دومين، تدخل بقى الدومين اللي انت عايزه. وليكن مثلا انا عايز اعمل موقع للقناه بتاعتي، القناه اللي اسمها او بي تك، فهكتب مثلا او بي تك واقول له مثلا سيرش. هو بقى ايه
بالاي اي بتاعه يطلع لي اقتراحات. في بيقول لي ممكن تعملها obtech.it.com، ده يكون ب $5.90 في السنه الواحده، طبعا خصومات اول سنه. وممكن obtech.inc او obtech.xyz او obtech.tech دي ب $7 في السنه، ودي جميله. طبعا بصوا على حسب الاكستنشن السعر بيتغير، في حاجات $1.50 وفي حاجات بتوصل $1000 على حسب الاكستنشن بتاعها، فبراحتك بقى. كل دي اقتراحات، وممكن تقول له شو الاكستنشن، هيظهر لك بقى كل الاكستنشنز اللي ممكن تعملها. فده بقى حرفيا بحر، يعني انت ممكن تخش توه جوه. واللي نسيت اقوله لك انك هتاخد خصم $1 على اي دومين هتعمله دلوقتي، يعني ممكن تعمل تقريبا الدومين $0.50 او $1 كمان، يعني انت يا دوب هتزود على الخصم ده $1 كمان، بقى عندك دومين خلاص. ممكن كمان خاصيه الاي اي سيرش دي نجربها سوا. اقول له مثلا انا عايزه يكون obtech مثلا فور تكنولوجي، وهقول له سيرش. يلا هديك مثلا اقتراحات تك ان obtech او obtech4tech.com. كل دي مواقع بقى ايه، هو اقتراحات هو جايبها لي من عنده، كلها سعرها $7 $10، حاجات فعلا سعرها رخيص. بتدوس طبعا على زائد دي، وبعدين بتروح تعمل تشيك اوت، بتلاقي اهو السعر ظهر لك فوق تشيك اوت اهو زي ما انتم شايفين ب $10، مش تحتاج تدفع اي حاجه تاني. معاك دعم بيوصل 365 يوم، كل يوم عادي متاح لو حصل لك اي مشكله تخش تتواصل مع الدعم بتاعهم. وطبعا الهو از برايفسي والاس اس ال سيرتيفيكيت، كل حاجه بصوا من اللي قلت لكم عليها كله ببلاش، ما بتحتاجش تدفع اي حاجه تاني. هتدوس كونتينيو بيلينج وتدفع بقى عندك، يا اما باستخدام الكريدت كارد بتاعك او الباي بال او علي باي او بالكريبتو كرنسيز. وبعد ما تدفع مبروك عليك يا معلم، بقى عندك دومين خاص بيك. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه فيديو النهارده. يلا بينا نختم الفيديو سوا. وبس كده، دي كانت نهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم او فاتكم. ما تنساش لو الفيديو عجبك لايك جميل على الفيديو، وتشترك في قناتي مش مشترك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. انا عمر من قناه اوبيتك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.